الإعلانات السنة دي تحفة. بص كده على إعلان وي. دنيا طول الوقت مميزة في تمثيلها أو صوتها، لكن اللي عاجبني قوي بجد إعلان فودافون. عمرو دياب وفودافون قصة وحلم بيحكي عنها أجيال وأجيال. طب انت عارف المميز السنة دي فعلا ايه؟ إعلان أورنج. كمية مشاعر إنسانية موجودة في الإعلان ده ما حصلتش. طب تعالي نشوف كل إعلان بيحكي رمضاننا إزاي. على العموم يلا تعالى نشوف مين هيكسب. ماشي، بس قبل ما نشوف مين هيكسب معلش يا جماعه، عندنا مشكله كده صغيره في زرار اللايك، عايزين نشوفه شغال ولا لا. شوفوا الموضوع ده، والسبسكرايب برضو، والجرس ما كانش بيرن، فانزلوا شوفوا الجرس بيرن ولا لا، فعلوا الجرس ودوسوا سبسكرايب ودوسوا لايك، واكتبوا لنا في الكومنتات يا ترى مين اللي هيكسب. الجولة الأولى، الفكرة. إعلان وي السنة دي فكرة مختلفة عن كل سنة. بدل ما بيهتم بشحن الباقات وعروض الإنترنت، لا المرة دي مهتم بتفاصيل رمضان اللي دايما بتكون جميلة. دنيا بتبدأ بكلمة بيرمضان، فاتنين بيلعبوا طاولة مش فاهمين يعني إيه بيرمضان، فبكل بساطة بتشرح العادات اللي بنعيشها في رمضان. بدل الغدا بقى إفطار، والعيلة كلها تتلم حواليه، ولو في الشارع هتلاقي موائد الإفطار والمطاعم، وحتى الشباب في إشارات المرور بتقدم لك حاجة بسيطة عشان تكسر صيامك. دايما في اللمة والفرحة والخير، وحتى السحور كلنا بنكون مع بعض وحوالين بعض لحد ما يطلع نور النهار. فالإعلان المرة دي فكرته حلوة، وإنه دايما بيعرفنا رمضان عامل إزاي، وإيه العادات اللي ممكن تكون بعض الناس نسيتها. حلوة قوي. طيب إعلان أورنج. إعلان أورنج بقى يا ستي ده إعلان للشقيانين والمحاربين والناس اللي مش بتعرف تستسلم بسهولة. فكرة الإعلان كلها إننا بنساعد بعض، وإن مهما حصل من إحباط دايما بنحاول ونسعى، وإن ربنا شاهد على سعينا وتعبنا في الحياة، ودايما هيكافئنا في النهاية مهما كان اللي بيحصل. جميل جدا. طيب وفودافون؟ فودافون العيلة ثم العيلة ثم العيلة، وده اختصار لفكرة الإعلان اللي بقولك فيه على الدعم والتشجيع والحب. بيعرفك ان الناس اللي بتحبيهم هم اللي بيساعدوكي توصلي، وان اي نجاح بتحققيه صعب تحققيه لوحدك. لازم هتلاقي حد في ظهرك يسندك لما تقعي، زي والدك او والدتك او زوجك او زوجتك او ابنك او بنتك او صاحب من وانت صغير معاه لحد ما بتشيب. العيلة هي اكبر داعم لينا، وعشان كده يعتبر الاعلان المذهل بالنسبة لي في رمضان السنة دي. الافكار كلها حلوة، وعشان كده كل واحد هياخد نقطة. ايه رأيك؟ ماشي، 1-1-1. الجولة التانية، الفيديو. الحقيقة لما شفت إعلان وي كان عاجبني جدا، ولما شفته تاني لقيت إن التصوير والفيديو عادي. يمكن اللي مخلي الفيديو مميز هو دنيا، لكن حقيقي فيديو بسيط كده وتحس إنه متكروت بصراحة، واللي هو إيه ده رمضان بكرة، طب يلا نعمل أي حاجة كده النهاردة عشان ننزل الفيديو. مش ده اللي كنت متوقعه في ظل المنافسات الصعبة للإعلانات السنة دي، وعشان كده لو الإعلان اتشال منه دنيا فهيكون عادي جدا ومش مبهر. تصدق عندك حق فعلا. يعني مقارنة بإعلان أورنج الفيديو حلو، حاسة فيلم قصير كده، وتنوع من حيث التصوير والبهجة من الممثلين فيه حتى في أتعس حالاتهم. كل شخصية في الفيديو بتشبه لينا في حاجة: الشاب اللي لسه متخرج وماشي بالCV بتاعه وبيدور على شغل، والأم اللي بتنزل من بيتها عشان تصرف على عيالها، والراجل الكبير اللي مازال بيفتح المحل بتاعه عشان الرزق وأكل عيشه، والزوجين اللي بيصحوا من بعد الفجر عشان يشتغلوا سوا. لو جينا نشيل صوت الجسمي من الفيديو مش هيأثر في حاجة، هتحسي بجمال الإعلان حتى من غير ما تسمعي الأغنية. فودافون بقى؟ فودافون من وقت طويل جدا وهي مميزة في إعلاناتها. إزاي؟ الفيديو فيه حالة بهجة رايقة قوي، يعني تصوير الإخوات لبعض والفرحة بنجاح حد منهم، وتصوير الصحاب والعيلة، خالق حاجة كده من اللي هو الجمال ده والكلاسيكية في الفيديو، بتفكرنا بأيام زمان. وظهور محمد صلاح وزوجته وبناته مخلي الفيديو حلو جدا بصراحة. فودافون الحقيقة الفيديو ده واحد من أحلى الإعلانات اللي عملوها على مدار تاريخهم، ويعتبر رسالة اعتذار على الإعلان اللي زي يلا خليني ساكت اللي عملوه من أسبوع عشان عيد الأم. كان إعلان سيء جدا ومهين، لكن المرة دي الإعلان عبقري. أوكي، وعشان كده الجولة دي فودافون تكسب. الفيديو فعلا يعتبر فيلم، وبين عليه من حيث الإخراج والتصوير والتمثيل، وبكده 2-1-1. الجولة الثالثة، الأغنية. طب بقولك ايه، طيب من وجهة نظرك النقدية كده شايف أنهي أغنية أحلى؟ دنيا في إعلان وي صوتها مميز وحلو جدا، وده اللي بيخليني بحب أي حاجة دنيا بتعملها. لكن الأغنية برغم إنها حلوة بس مش واو يعني، أو جميلة لدرجة إني ممكن أسمعها كل شوية. ممكن المزيكا اللي فعلا تعلق أو الكورس فعلا حلو، لكن برضو مش مذهل، تحس إن كلمات الأغنية ضعيفة كده. على عكس طبعا الجسمي، الأغنية تحفة وفيها حالة كده إنك لو متضايق أو محبط أو زعلان تفك عنك شوية كده وتخفف الضغط، وكمان تشحنك إنك تكمل وتسعى من جديد. وعشان كده أغنية الجسمي الأورنج تحفة وجميلة جدا. طيب وعمر؟
لا 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 لا، ده الهضبة. يمكن مؤخرا عمرو دياب بيقدم اغاني لا مؤاخذة يعني عبيطة شوية، الا ان اغنية عمرو دياب لفودافون فكرتنا بعمرو زمان، حاجة كده بتخليني اقول ايه يا جدع ده، ايه الجمال ده. والاغنية تعتبر قصة، بيحكي كل واحد في الاعلان، بيحكي عن الصحاب والام والزوجة وشريك حياتك، اغنية كاملة متكاملة. وعشان كده عمرو والجسمي هيتقسموا النقط في الجولة دي. 3 2 1. احنا النهاردة صوتنا كان لفودافون، بس يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من اكتر الماتشات اثارة. انجوي.